مساء الخير مشاهدينا ويلا نغني. حلقة جديدة من برنامج يلا نغني ومجموعة من الأصوات الجميلة من كل مكان في مصر. في كل حلقة بيكون معانا كورال، ويمكن النهاردة معانا مجموعة من الشباب جايين من مكان بعيد ولكن عندهم شغف ان هم يقدموا أحلى ما عندهم في سهرتنا النهاردة مشرفني ومنورني في يلا نغني منتخب كورال جامعة سوهاج. مساء الخير. جاهزين؟ مين جاهز اكتر، البنات ولا الشباب؟ البنات. هنشوف دلوقتي. وطبعا مشرفني ومنورني المايسترو اسلام صبري. اهلا بيك معايا ومنورني. اهلا بحضرتك. انا بشكرك على وجودك معانا دايما، ويمكن مشقة الطريق دي بتكون صعبة، ولكن يعني اللي بيخفف الموضوع ان احنا بنتبسط بوجودكم معانا. بنتبسط بحضرتك جدا طبعا الفرقة الموسيقية الجميلة مشرفانا ومنورانا، وتحية كبيرة ليهم. المايسترو اسلام، يا ريت تعرفنا كده على الفرقة الموسيقية الجميلة اللي مشرفانا النهارده. الاستاذ احمد عاطف عازف الاورج بتاعنا، دكتور عوني طالب كلية طب وعازف العود ما شاء الله، دكتور جيمان برضو طالب طب بيطري وعازف كمانجا ما شاء الله، دكتورة ندى تمريض وعازفة القانون. حبيبتي منورانا. طبعا في يلا نغني احنا بنحاول ان احنا يكون الكلام قليل والاستماع للأصوات الجميلة كتير. المنتخبات يعني الغنى الجماعي، ويمكن أجمل حاجة فيهم إن هم عاملين تنوع غير عادي ما بين الأغنيات، وكمان بيغنوا أغاني من الطرب الأصيل والأغاني اللي ارتبطنا بيها في فترة السبعينات والثمانينات والأغاني الحديثة. خلونا نبتدي مع أول غنى جماعي لمنتخب كورال جامعة سوهاج. النهاردة اختاروا أغنية من الأغاني اللي بتعتبر سكتش دمه خفيف قدمته فرقة المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة، وهو طبعا أغنية من الأغاني اللي دايما بنفتكرها وبيبقى في حالة من النوستالجيا، أغنية ماشية السنيورة. ماشية السنيورة كده كده اهو، عايزة لها صورة كده كده اهو، بصت في العدسة كده كده اهو، راحت مكسورة اهو كده اهو، بيقولوا عليا وبيحسدوا فيا. اجمل عيوني عسلية وبتلمع في الطريق شوية، ابقى خلاص بقيت جنية. ويقولوا على شعر السايح قلق ناعم وكمان فاتح، وانا مهما اسامح واصالح بيقولوا عليا وبيحسدوا فيا. ماشية السنيورة كده كده اهو، عايزة لها صورة كده كده اهو، بصت في العدسة كده كده اهو، راحت مكسورة اهو كده اهو، بيقولوا عليا وبيحسدوا فيا. يشوفوني بنشر بياضاتي والهوا طاير بين ذراعاتي، يقولوا ايه، يفتكروا ايه، يفتكروا دول
ماشية السنيورة كده كده هو عايزة لها صورة كده كده هو بصت في العدسة كده كده هو راحت مكسورة اهو كده هو بيقروا عليا وبيحسدوا فيا اشتري فستان يطلع منظر واشتري فاكهة تطلع سكر ابقى كده مش عاوزة قلقي وبعرف أسحر ويقولوا عنها كده سرحة وهرندك بيتهم كده برحة بيقروا عليا وبيحسدوا فيا زي ما قلت في البداية أجمل حاجة التنوع وإن هم بيقدموا لنا أغاني يمكن أجيال كتيرة ما تعرفهاش. وأغنية ماشية السنيورة لفرقة المصريين كانت بداية قوية، تحية كبيرة ليكم. المايسترو إسلام، يمكن أنا يعني بحس إنه الموضوع صعب قوي إن حضرتك تقوم بقيادة شباب عندهم شخصياتهم المختلفة، عندهم زي ما بنقول كده المزاج المختلف، الشقاوة، الالتزام، عدم الالتزام. بتقدر تعمل ده ازاي؟ وعلى فكرة أنا شفت المايسترو وهو بيهزر معاهم وبيضحك معاهم، وشفته وهو بيقول لهم قسما بالله، وأول ما بيقول قسما بالله بتلاقي المود اتغير على طول. فقول لي المعادلة دي بتعملها ازاي؟ ان احنا نكون اخوات، بس اخوات الصغيرين احنا بنتعامل مع بعض اخوات صغيرين. انا اخوهم الكبير، هم اخوات الصغيرين، خلاص هو كده هم هيقبلوا مني اي حاجه يعني. وهو ده اساس القياده، ان انت بتتعامل مع اخواتك، فهو ده اساس القياده يعني. الحب اللي ما بيننا ان هو يكون متبادل، هم بيفهموني وانا بفهمهم، انا بدخل في مشاكلهم، فعشان كده يمكن انا بحبهم وهم بيقدروني. هو ده اساس ان احنا الشغل اللي ما بيننا بس. كل ما المايسترو يقول تعليق بسمع البنات بتقول كده من غير ما صوتهم يبان. فواضح ان في عقاب. طيب هل مثلا لما حد فيهم بيغلط بيبقى في عقاب؟ عقاب طبعا. ازاي بقى؟ لا دي انواع متعدده. يعني ممكن مثلا تمنعه ان هو يحضر معاكم حفله، تمنعه ولا الموضوع بيكون ازاي؟ لا مش لدرجه عقاب بيننا وما بين بعض كشخصيا، يعني ان هو يعني في التعامل نفسه ان هو ممكن لا خلاص انا زعلان منك بس. هو بيفهم دي، لكن فكره ان احنا هحرمك من حفله ده نشاط، وهو يعني دي حاجه هو بيحبها، انا ما اقدرش ان انا احرمه منها. بس العقاب اللي ما بيننا ده عقاب اخوي، اخ لاخوه، مش اكتر من كده. اجمل حاجه التقدير. ويمكن دايما بنقول ان انا اخاف من القائد بتاعي او المايسترو بتاعي علشان بخاف على زعله، دي حاجه، وان انا بخاف لمجرد العقاب دي حاجه تانية. فالقيمه هنا في الموده والاحترام، وده احنا حاسينه في الشباب ومنتخب كورال جامعه سوهاج. هنبتدي دلوقتي بالغناء الفردي، وعندنا صوت من الاصوات الجميله وكمان أداء مميز جدا وثقة في الغناء. اختارت أغنية لفنانة كل المصريين والعرب بيحبوها، الفنانة وردة. ويمكن الأغنية دي اتقال إن القصة أو حكاية الأغنية جت لما كان الشاعر حسين السيد مسافر في القطر وشاف فتاة جميلة، وتخيل كده قصة حب بالفتاة وتأثر بيها جدا، وهنا كتب كلمات الأغنية ولحنها موسيقار الأجيال. هنستمتع بأغنية وردة الجزائرية في يوم وليلة بصوت مريم.
في مطربين كتير لما يعني جمهورهم بيحبهم قوي مش بيتقبل انه يسمع اغانيهم من اي حد، ويمكن الفنانه ورده واحده من النجمات اللي عشاقها دايما بيقولوا ان احنا بنحب نسمع الاغنيه من ورده. لكن النهارده مريم عملت معادله صعبه جدا، ان هي ادت الاغنيه بشخصيتها هي، وكانت شاطره جدا وهي بتغني اغنيه ورده. تحيه كبيره لمريم. انا عايزه اقول كمان ان مريم باغنيه ورده في يوم وليله اخذت مركز اول في احدى المهرجانات الغنائيه. مظبوط مهرجان طرب. مهرجان طرب، وخدت المركز الاول. الشباب بيشاركوا في المهرجانات دي بشكل منفرد ولا كمنتخب؟ منتخب. بس هو بيكون في المنتخب برضو الغناء الفردي. لازم تكون مشاركات الغناء الفردي. ومريم معانا متميزه، وكان معاها مارتينا، بس مارتينا ما حضرتش معانا، يعني عندها ظروف امتحانات، فهي خدت المركز الاول ومارتينا اخذت المركز الثاني في نفس المهرجان. لما بيكون في مهرجان بتستعدوا له بقى فتره تدريبات قد ايه؟ حسب يعني كل مهرجان وحسب الشغل اللي احنا هنعمله فيه، ايه الشغل وحسب صعوبه الشغل اللي احنا هنشتغله فيه، فعلى الاساس ده مثلا بنحدد الفتره اللي احنا هنشتغل فيها والمواعيد البروفات وكام بروفه في الاسبوع كده. بنشتغل على حسب الشغل اللي احنا بنحدده اساسا، لان احنا في الاول بنقعد وبنقدر مع بعض ايه الشغل اللي احنا هنعمله. بنشوف ايه الاغاني اللي احنا هنعملها، مين هيغني فردي، ايه الاغاني اللي يعني لكل مهرجان طبيعته طبعًا. والاختيارات الخاصه طبعا طبعا كل مكان وليه طبيعته وليه الاختيارات بتاعته وليه الاغاني بتاعته واللي انا ممكن اعملها فيه. في حد تاني من الشباب اخذ مراكز متقدمه غير مريم؟ كانت مارتينا معانا، وكانت معانا ندى اخذت برضو مركز اول عزف في نفس مهرجان طرب برضو. انا قلت عليكي شطوره من الاول. شاطره. تحيه بقى لمريم وندى. طيب نروح لاصوات الشباب. وطبعا برضو اغنيه صعبه من الاغاني اللي كتب كلماتها الشاعر الكبير احمد شوقي، ولحنها وغناها موسيقار الاجيال. الصوت اللي معانا اختار ان هو يغني الاغنيه دي، وزي ما بنقول دايما احنا في برنامجنا بنقدم الاصوات الشابه الواعده مش النجوم، وكل واحد فيهم بيقدم الاغنيه بشخصيته هو. وطبعا ده طريقه مننا او وسيله ان احنا نخلي كل الشباب يعرف تراثنا، يعرف الاغاني، يعرف نجومنا الكبار. دلوقتي هنستمتع بصوت يوسف واغنيه مضناك. مضناك جفاه مرقد وبكاه ورحم عود. مضناك جفاه مرقد وبكاه ورحم عود. حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده. يستهوي الورقة أوه ويناجي النجمة أوه. يستهوي الورقة أوه ويذيب الصخرة نهده. ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده.
الحسن حالفت بيوسف والسورة أنك مفرده. الحسن حالفت بيوسف والسورة أنك مفرده. وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. جحدت عيناك زكي دمي هكذلك خدك يجحده. قد عز شهودي إذ رامت فأشرت لخدك أشهده. جحدت عيناك زكي دمي هكذلك خدك يجحده. قد عز شهودي إذ رامت فأشرت لخدك أشهده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصد ويقول تكاد تجن به. فأقول وأوشك أعبده. مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده. مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده. ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلاع معبده. وحنايا الأضلاع معبده. في أصوات لما تشوفها وهي بتغني تحس إن المطرب بيعمل مجهود وفي معاناة كده وهو بيغني، بيعمل مجهود غير عادي عشان صوته يبقى واضح ويؤدي. وفي أصوات تحس إن هو بيغني بسلاسة وهدوء وثبات، وهو ده اللي يوسف عمله. وعشان كده أنا يعني شايفة إن يوسف يستحق النهاردة إنه يكون الستار بتاع حلقة يلا نغني النهاردة. فتحية كبيرة جدا ليوسف. ايه التميز ده والاداء والثبات والثقه بجد والله. انا مش بجامله، ولكن انا حسيت ان هو نجم مخضرم، نجم عنده من السنوات الطويله اللي غنى فيها قدام الكاميرا وقدام الناس. ايه الشطاره دي؟ سهل الممتنع عندي. صح. انا حسيته مش بيعمل مجهود خالص. هو بيغني بكل سهوله بكل سلاسه، رغم ان الاغنيه صعبه والمقام صعب والكلمات صعبه. بس هو يوسف شاطر. ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يحميك ونشوفك مطرب مشهور ويبقى وشنا حلو عليك ان شاء الله. وانا متاكده لانه الموهبه الحقيقيه بجد بتاخد فرصتها وبتصل للنور. في كتير كده بقى زي يوسف، يعني انا حاسه انه الشباب وانا عندي يوسف مميز. عندي بس يوسف مميز عنهم. يعني هو يوسف مختار لون معين ولا ممكن يغني اي حاجه؟ لا هو محدد لنفسه ان هو لون معين. انشاد والاغاني كده، الاغاني اللي هي فيها طربيه زياده. هو شاطر، فهو عارف هو رايح فين وعارف بيغني ايه. ما شاء الله. طب احنا يعني برضو مش عايزين ناخد من وقت الشباب،
ولسه معانا أصوات فردية هتغني. برضو عندنا صوت من الشباب، وأنا متخيلة أنه برضو أكيد هيبقى صوته مميز. اختار أغنية لمحمد حماقي. طبعا الأغنية دي من الأغاني الوطنية، ولكن اللي ليها كده يعني طابع خاص، وكلماتها كده مؤثرة، بالرغم ان هي تبان ان هي سلسة ومش من الأغاني الصعبة. محمد حماقي لما قدم الأغنية دي في أحد المناسبات قال ان هو فخور جدا ان هو غنى الأغنية دي، وان هو بيعني كل كلمة قالها في حب مصر. هنسمع دلوقتي صوت من الأصوات مصطفى وليد في أغنية ولا أي كلام. كل الدنيا في كفة. أم الدنيا مين ولا في زيها؟ فين بلدي في حباب العين؟ لا وأقرب من كده دي بلد عمنا جيزي والوسومة والعندلي، دليدة وبليغ والخطيب وناس كتير جامدين كده. ناسها ولاد أصول من دم دول تربت ايديهم، من اما اروح بقول انا اهل دول وبتباهى بيهم. ما انا مطمن طول ما انا في ظهر دول وبتحامى فيهم. ناسها ولاد أصول من دم دول تربت ايديهم، من اما اروح بقول انا اهل دول وبتباهى بيهم. ما انا مطمن طول ما انا في ظهر دول وبتحامى فيهم. بلد عمر الشريف، عادل امام ابو دم خفيف، حسن شحاتة غني عالتعريف، والتاني احسن من كده. مصر بحبها بلدي واللي مساها، اكله بسناني وانتهى اللي فكر غير كده. ام الدنيا مين ولا في زيها؟ فين بلدي في حباب العين؟ لا واكتر من كده دي بلد عمنا جيزي والوسومة والعندلي، دليلة وبليغ والخطيب وناس كتير جامدين كده. مصطفى ايه الشطاره دي؟ تحيه كبيره لمصطفى.
انا عايزه اقول ان المايسترو يعني من اول ما جه مصطفى لازم كل شويه يقول له لو شفتك بتتكلم تاني. دي شقاوه من مصطفى ولا هو بيحب يتكلم هو ولا حافظ الاغاني كلها، فعايز يغني على طول؟ عايز يغني. بس انا هغني، فمنين ما اي حد يطلع يغني سولو هو عايز يغني مع سولو. طب انا عايزه اقول انت بتعمل ايه بقى، يعني مش هقول على مصطفى، بس احنا دايما بنشوف نماذج من الشباب اللي ممكن يكون في بينهم غيره او نقول حماس او نفسهم هما الاثنين يبقوا كويسين. ازاي بتقدر توزن ده؟ وده بيحصل مع البنات ولا مع الولاد؟ يعني مع في البنات. غيره، البنات بيغيروا من بعض؟ البنات بيجروا من بعض خالص. فعلاً؟ طبع البنات ما نقدرش نغيره. بس الولاد بيحبوا يغنوا مع بعض، تمام، وبيحبوا ان هم يعلموا بعض. البنات مختلفين خالص. البنات انا بشتكي. البنات مميزين، نقول ان البنات مميزين وبيحبوا الغنى وبيحبوا يظهروا كويس. وعايزه اقول لكم على حاجه، المنافسه حلوه، ان احنا يبقى فيه منافسه، ده بيخلينا كل واحد فينا يبقى عايز فعلا. انه مستواه يبقى اعلى. لكن لما ما بنحسش بالتنافس ده. لا بس هم بيساعدوا بعض جدا في الاغاني، هم بيساعدوا بعض، خصوصا مريم القائده بتاعتهم هي اللي بتساعدهم دايما. طب تحيه كبيره لمريم اللي دايما بتدعم البنات الجميله علشان يظهروا في احسن صوره. هنروح لصوت فردي اخر من اصوات الشباب. الحقيقه هو اختار اغنيه من الاغاني اللي انا شخصيا بحبها، عبقري، من الأصوات الجميلة والملحنين المبدعين اللي قدم ألحان لعدد كبير جدا من النجوم، وهو كمان غنى مجموعة من الأغنيات. الأغنية دي بتعتبر واحدة من أجمل الأغاني اللي غناها. طبعا هو الموسيقار المبدع والملهم جدا سيد مكاوي. الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي زي ما قلت واحدة من أجمل أغنياته، وهي أغنية حلوين من يومنا والله، وهنسمعها بصوت عبد الله. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها 100 نسا. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها 100 نسا. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، 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 ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا.
وبقدر أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، وبقدر أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، ونعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي. ده الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله، وقلوبنا كويسة. عبد الله، ايه الشطاره دي؟ تحيه كبيره ليك بجد. يعني تحيه لمنتخب كورال جامعه سوهاج، لان هم بيسمعونا اغاني بتفكرنا كده بالفن الجميل والنجوم الجميله. وزي ما قلت انه سيد مكاوي مهما مرت السنين وتيجي تسمع اغنياته لازم تحس بالسعاده. يعني طول ما هو بيغني واحنا كلنا مبتسمين، كلنا عندنا طاقه كده ايجابيه سبحان الله، ما بنبقاش عارفين جت منين، ولكن دي الحاله اللي بيوصلها لنا كل الاغاني اللي غناها المبدع سيد مكاوي. يمكن النهارده انا حاسه ان اختيارات الشباب كانت موفقه، وكلهم بيغنوا طبعا باختلاف اصواتهم باختلاف الامكانيات، ولكن كلهم بيغنوا اغاني لايقه عليهم. كل واحد في لونه فعلا. اختياراتهم دي ليك يد فيها، ولا هم مثلا بيجوا يقولوا لك يعني مثلا عبد الله جه قال لك مثلا انا عايز اغني لسيد مكاوي؟ عبد الله اختياره، هو اللي اختار. يوسف اختياره، مريم برضو اختيارها، معظمهم اختيار. بس الفكره ان احنا بنناقش ونشوف ونجرب. لا حلو الاختيار خلاص اوكي. فاختياراتهم بصراحه جميله برضو. لا يبقى هم محتاجين دلوقتي تحيه، لان بجد النهارده الاختيارات لايقه على الاصوات جدا جدا جدا. اهم حاجه ودي بقى يعني سمه علمها لنا كده الهضبه عمرو دياب، انه المطرب علشان يبقى ناجح ويستمر في النجاح لازم يكون ذكي، واختياراتهم الصح تعني الذكاء، وده مؤشر حلو قوي. المطرب الذكي هو اللي بيقدر يحافظ على مكانته وبيحافظ على جمهوره واختياراته، وده اللي عمله الهضبة عمرو دياب. يمكن في أغنية ناس كتيرة فاكرة إن هي أغنية الهضبة عمرو دياب لأنه غناها في إحدى المناسبات، ولكن الأغنية دي في الأصل هي أغنية الكابو أو حميد الشاعري، وهو صاحب الأغنية وأول من بدأ في غناء الأغنية دي. هنرجع بقى للغناء الجماعي مرة تانية، وهنسمع منتخب كورال جامعة سوهاج في أغنية من الأغاني الجميلة اللي بتبعث بالتفاؤل، وهي أغنية أنا مهما كبرت صغير. صغير أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، ده الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، ده الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى،
وسنين فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين يا يوم بالحب توافي فاتت أيام وسنين فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق مش ممكن يوم نتغير ده الدنيا غروب وشروق انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق مش ممكن يوم نتغير ده الدنيا غروب وشروق اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق يا عيون بالحب توافي فاتت ايام وسنين فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين زي ما بنقول دايما ان الاوقات الحلوه بتمر بسرعه. النهارده كان معانا منتخب من الموهوبين، يمكن المشوار الطويل اجهدهم ولكن قدروا ان هم يصمدوا ويقدموا لنا حلقه مميزه. كان معايا النهارده منتخب كورال جامعه سوهاج، تحيه كبيره ليك. المايسترو المبدع اللي نورني النهارده في الحوار المايسترو اسلام صبري، بشكرك على وجودك النهارده وتحيه كبيره ليك وللشباب. الفرقه الموسيقيه الجميله تعبناكم وسهرناكم وتحيه كبيره ليكم. مشاهدينا دايما هنبحث عن الاصوات الجميله في يلا نغني. دلوقتي هنضم للشباب وهنغني كلنا في حب مصر اغنيه اسلامي يا مصر، وهقول لكم تصبحوا على خير. اسلمي يا مصر إنني الفداء